السلام عليكم. قبل بداية الفيديو لا تنسوا ذكر الله والصلاة على نبينا محمد. يوم كروي مليء بالمباريات، ويوم كان في أكثر من مباراة سواء في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي وحتى الدوري الإيطالي والألماني. بدنا نحكي بصراحة بشكل مختلف اليوم، وخاصة عن الموضوع الأهم اللي حدث من قبل كم يوم، وبصراحة صار ضجة عليه كبيرة، هو موضوع برشلونة والقضية اللي وقع فيها برشلونة. وبصراحة يعني خبر هو غريب، طلع من 10 أيام تقريبا، باتهام برشلونة بدفع أموال للحكام من تاريخ تقريبا 2001 لل 2018. بهذه المدة كان رئيس نادي برشلونة اللي هو بارتوميو وروسيل، الرؤساء الأندية القديمين لبرشلونة، كانوا بيدفعوا مصاري للرئيس أو نائب رئيس لجنة الحكام في إسبانيا نيغريرا، اللي القضية باسمه، قضية نيغريرا، يعني بهذه الطريقة تقال. بصراحة في البداية كان كلام، لكن حاليا بعد ما القضاء الإسباني أكد الموضوع تقريبا قبل يومين، أكد الموضوع رسميا بأنه برشلونة توجهت له التهم بشكل رئيسي بأنهم دفعوا أموال لنائب رئيس لجنة الحكام في تلك الفترة. بصراحة الخبر يعني بالبداية زي ما حكينا أنه ما صدقناه، لكن أكدوا القضاء. الآن برشلونة يدرس الموضوع والحلول. القضية شائكة جدا جدا، ومشكلة في إسبانيا كبيرة جدا. بصراحة أنا كبرشلوني أو أي مشجع برشلوني يترقبوا الأخبار بشكل يعني متواصل. كل شوي نفتح مواقع بنتأكد بنشوف شو الأخبار، لأنه الخبر بالتأكيد تعلمنا منه قبل فترة من يوفنتوس وقع في مشاكل مالية أيضا بنفس الطريقة، مش بنفس الطريقة، لكن وقع في مشاكل رجعتنا لفكرة يعني يوفنتوس اللي بيشجع برشلونة وبيعرف ويتابع برشلونة، رجعته لفكرة يوفنتوس وخصم نقاط وهبوط للدرجة الثانية، قصص كبيرة. برشلونة ممكن يقع في هذه المشاكل، إنه بينزل الدرجة الثانية، ممكن يتم خصم نقاط منه في هذا الدوري، وممكن يكون في غرامات مالية وإيقاف أشخاص يعني ممكن تكون بالسجن، أو خاصة أن رئيس نادي برشلونة بارتوميو وروسيل اللي كانوا بصراحة هم مدمرين النادي بشكل كبير ووقعونا بقضية جديدة. هلا تيباس رئيس نادي الاتحاد الإسباني وقع برشلونة يعني بهذه القضية بشكل يعني في يعني خبث، لأنه احنا بنعرف أنه تيباس حاليا حاقد على برشلونة وعلى ريال مدريد، خصوصا برشلونة لأنه وقف مع ريال مدريد بالفترة الماضية بموضوع السوبر ليج. يوفنتوس أخذ نصيبه حاليا من الدوري الإيطالي وهجم بشكل كبير وفتحت أوراق كانت مغلقة. الآن برشلونة تفتح أوراق غريبة، لكن الشيء اللي بيخلينا بنحكي إنه برشلونة بالسليم يقال بأنه هناك فواتير وأشياء رسمية دفعت لنائب رئيس لجنة الحكام. نائب رئيس لجنة الحكام أخذ مصاري، نعم، لكن بفواتير رسمية، وكانت تحت بند استشارة قانونية للتحكيم، يعني حالات تحكيمية بتصير بالدوري بيستشيروا فيها نائب رئيس لجنة الحكام بهذه الطريقة. الموضوع ما في يعني لبس كبير أو شبكة كبير بالموضوع، يعني لا، هو كان بيستلم مصاري بناء على استشارات قانونية تحكيمية. لكن تيباس طلب من لابورتا قبل تقريبا أسبوع، قال له بدك تثبت هذا الموضوع لأنه أنتم متهمين بالتلاعب وسرقة المباريات وقصص كبيرة. على في خبر طلع يعني قبل قليل، قبل ما بصور الفيديو، انه من صحيفه الماركا المدريديه، بما انه بيريز بالفتره الماضيه كان واقف مع برشلونه ومع رئيس نادي برشلونه، لكن هناك اجتماع بكره اللي هو راح يكون يوم الاحد، راح يكون اجتماع لاداره ريال مدريد سيعلن فيه ريال مدريد وقوفه مع القضاء الاسباني. الان بيريز خلاص بيطلع من اللعبه بطريقه فنيه، يعني هو بده يطلع من اللعبه، ما بيدخل بالموضوع انه انا والله اللي عامل المشكله، انا بدي اوقف معكم وانا هاي القصه، لا، ما بدي اوقف مع برشلونه نهائيا، انا بدي اوقف مع القضاء، بدي اوقف مع الناس اللي بتفيده، اللي يفيدوا من القضاء، انه هو بده يبعد عن هاي المشكله. وشغله ثانيه بده يعرف من خلال التقرير في الماركا، حكوا انه بيريز بده يعرف شو اللي صار، لانه يقول يعني في تلاعب ضد فريقي، الان صار بده يوقف مع القضاء. فالموضوع شائك جدا. برشلونة وقع في مشكلة كبيرة، ممكن يتم تخسير النقاط، ممكن يكون في هبوط، وهو الجانب اللي ما في أي مصلحة للاتحاد الإسباني ولا للكرة الإسبانية بالتأكيد. ويقال بأنه هناك غرامات من الاتحاد الأوروبي ممكن استبعاد برشلونة من دوري أبطال أوروبا، لكن الشيء اللي يخفف على برشلونة أنه هناك أشياء رسمية وفواتير مدفوعة لهذه اللجنة، وأشياء رسمية أنه هذه استشارة قانونية.
خلصنا من موضوع برشلونة. اليوم بالدوري الإسباني ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة إلى 6 نقاط مؤقتا إلى حين لعب مباراة برشلونة وأتلتيكو بالباو. ريال مدريد اليوم فاز على اسبانيول. مباراة سميتها المباراة السهلة بصراحة. ريال مدريد ما تغلب في المباراة. ممكن في بدايتها ريال مدريد دخل بتشكيل 4-4-2 في ظل غياب بنزيما. اليوم شفنا الخط الرباعي بالميليتاو وناتشو. اليوم ناتشو يلعب قلب دفاع، على اليمين كارفاخال، وعلى اليسار كامافينجا. في وسط الملعب تشاوميني وكروس ومودريتش وفالفيردي، وفي الهجوم رودريجو وفينيسيوس. ريال مدريد اليوم أكل هدف في أول 9 دقائق، هدف بصراحة يعني خطأ من كامافينجا اللي لسه أنا مش مقتنع أنه هو ظهير أيسر، وهذه أخطاء إدارية بتصير أنه أنت ما بتجيب ظهير أيسر بيلعب بديل للظهير الأيسر الأساسي اللي عندك. هاي نقاط مهمة جدا. برشلونة كامافينجا راح ذهننا لبرشلونة لموضوع برشلونة. كامافينجا اليوم بصراحة تلقى الهدف برشلونة ريال مدريد الأول. ريال مدريد مش برشلونة، جانا ركزنا مع برشلونة ريال مدريد الهدف الأول كان بخطأ من كامافينجا. يعني للأمانة كامافينجا مش ظهير أيسر، ومصرين إنهم يلعبوا ظهير أيسر. يعني هو ممكن بيقدم بعض اللمحات، لكن هو بالتحديد مش ظهير أيسر، وسيء يلعب في هذه الجهة سيء جدا. ريال مدريد هون حس بقيمة المباراة، رجع بشكل سريع، وبحكيها وكل مدريدي بيعرف هذا الشيء. اللي معترضين على فينيسيوس، أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم فينيسيوس، لا أحد بيحكي كلام غير هالكلام. أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم فينيسيوس. الهدف اللي سجله اليوم بصراحة ما يسجله لاعب، هدف عالمي، هدف عالمي. بين أكثر من مدافع أخذ الكرة على الجناح الشمال وطلع من بين المدافعين وسجل هدف عالمي. بصراحة أنا بسميه هدف عالمي لأنه صعب إنك تسجل قدام كمية من المدافعين بهذه الطريقة وبتسجل هدف. فينيسيوس هذا الموسم هو أفضل لاعب في ريال مدريد ومن أفضل لاعبين العالم، حتى تكون الفكرة واضحة. رجل بيقدم في المباريات المهمة أشياء غريبة، إلا مع أراوخو يعني حتى يكون معلومة بس. لكن ريال مدريد عاد في المباراة وسجل هدف تعادل، وبعدها بعدها بربع ساعة تقريبا في الدقيقة 40 تقريبا سجل ميليتاو الهدف الثاني بعد صناعة من تشاوميني بصناعة صراحة ممتازة جدا. انتهى الشوط الأول 2-1. الشوط الثاني واصل ريال مدريد على نفس المنوال بنفس الطريقة بالضغط المميز. اسبانيول هذا الموسم سيء جدا، فريق ما عنده أي شيء صراحة يقدمه هذا الموسم، وشاهدناه يعني مش متابعينه كثير، لكن تابعته امام برشلونه، تابعته امام ريال مدريد. فريق لا يملك اي مقومات البقاء في الدوري الاسباني، هو ينافس هو في المراكز الهبوط، وبالتاكيد شكله رايح يهبط. يعني هيك اللي شايفينه، لانه مستواه سيء جدا. ريال مدريد باخر الدقائق عزز بالهدف الثالث. اليوم شفنا في لمحه انه جمهور ريال مدريد كان ينادي على ناتشو، يقال بان ناتشو هذا اخر موسم له مع ريال مدريد. صراحه يعني انا ما شفت جوكر بهذه الطريقه، لاعب يلعب في كل اماكن ريال مدريد بالخط الخلفي، ظهير ايمن، ظهير ايسر، مدافع، قلب دفاع، ولا عمره اشتكى، ولا عمرنا سمعنا عنه مشاكل. هذا اللاعب صراحه شخصيه تحترم في رياضه كره القدم. لاعب وبصراحه بيأدي، يعني كل ما بيلعب في مركز بيأدي. يعني ممكن تشوف بعض الاخطاء منه لانه صراحه بيغيب كثير، بيجلس احتياط وبيدخلوه بعدين بيلعب باكثر من مركز وبيقدم مستويات ممتازه. شفنا تحيه كبيره من جمهور ريال مدريد له. نحكي مبروك لجمهور ريال مدريد، قلص الفارق مع برشلونه 6 نقاط مؤقتا الى حين برشلونه ما يقابل اتلتيك بالباو. في الدوري الانجليزي اليوم لعب ليفربول في اول مباراه وخسر اليوم. ليفربول حيرنا وحير علماء الارض، يعني ممكن حير علماء كره القدم والارض وكل شيء. يعني مش عارفين بصراحه شو بيقدم هالفريق. تفوز على مانشستر الاسبوع الماضي 7-0، 7 على مانشستر يعني، واليوم تخسر مع بورنموث قبل الاخير على الدوري. غريب ما حدث مع ليفربول، فريق عجيب يعني بيعمل الهوايل باسبوع بيقلب كل شيء. وصلاح ضيع ركله جزاء، وقصه يعني كبيره جدا حصلت مع ليفربول اليوم. ليفربول يسقط، يبقى في المركز الخامس بفارق تقريبا 7 نقاط عن المركز الرابع، واعتقد بانه هو لاعب مباراه متقدم عن الفريق اللي قدام الرابع اللي هو توتنهام. المباراه الثانيه لعب تشيلسي استطاع اليوم الفوز على ليستر سيتي 3-1. تشيلسي للمباراه الثانيه بيقدم مستويات. انا بصراحه بطلع الترتيب، تشيلسي مش بعيد عن المركز الخامس، يعني هو تقريبا بعيد ب5 نقاط. ممكن يقدم مباراه هو، لكن بعيد ب5 نقاط عن ليفربول، وهو يعني هذه صراحه نقاط مش بعيده نظرا للارقام اللي جابها تشيلسي هذا الموسم. يبتعد ب5 نقاط. فوز اليوم مهم بعد فوز بدوري الابطال اوروبا على دورتموند وتاهل للدور القادم. بالتاكيد نتائج ايجابيه بتجيب اشياء ايجابيه لقدام. المباراه الثالثه اللي هي توتنهام استطاع الفوز ايضا اليوم
والمباراه الرابعه ايضا اللي هي مانشستر سيتي اللي تغلب على كريستال بالاس بصعوبه وبهدف مقابل لا شيء سجله هولاند عن طريق ركله جزاء. وبذلك مانشستر سيتي يضغط على ارسنال ضغط قوي جدا، لانه ارسنال يملك مباراه غدا وبالتاكيد مع فولهام، هو ديربي في لندن. مباراه صعبه راح تكون على ارسنال، خاصه انه مانشستر سيتي الان يبتعد بنقطتين ويضع كل الضغط على ارسنال. يعني الدوري الانجليزي مولع. شفنا في الدوري الالماني ايضا ميونخ تغلب ب5 أهداف لهدفين ويبتعد في الصداره بعد تعادل دورتموند اليوم. ايضا شفنا في الدوري الايطالي نابولي اللي السنه هاي ما حد يقدر يعمل شيء معه بصراحه، فريق واقف في ارض الملعب بشكل قوي جدا واستطاع الفوز على اتلانتا بهدفين مقابل لا شيء. نابولي متميز هذا الموسم بشكل كبير جدا. بصراحه متابعه المباريات بشكل كبير، احنا تابعنا كم مباراه بس، على وبالتحديد ريال مدريد ومانشستر سيتي تابعتهم بالضبط. نتمنى ان شاء الله الفيديو نال اعجابكم، بتمنى الاشتراك بالقناه. طولنا عليكم شوي لانه موضوع برشلونه بصراحه مقلق، موضوع برشلونه يتطور مع الساعات. بنتمنى انه الكل ان شاء الله يعطينا رايه في موضوع برشلونه خصيصا في هذا اليوم، لانه الكل بينتظر شو اللي راح يصدر قرارات من القضاء الاسباني بخصوص والعقوبات اللي راح تظهر على برشلونه. الكل اي حدا تابعنا الاخير بتمنى يعطينا تعليقه، وبنشوف شو رايكم بقصه برشلونه وشو اللي راح يصير معهم. بتمنى الاشتراك بالقناه، بتمنى ان شاء الله يوم سعيد، وبتمنى ايضا انكم تعملوا اعجاب للفيديو اللي احنا بنقدمه، والله يعطيكم الف عافيه.